السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك صديقي الغالي في أولى محاضرات الترم الثاني. قلنا يا باشا إن الوحدة الأولى عندنا بتتكلم عن حاجة اسمها إيه؟ الكيمياء. حاجة اسمها الكيمياء. رد الورايا يا غالي، حاجة اسمها الكيمياء. قال لي يا أبو حميد الكيمياء دي اتعملت ليه أصلا؟ قلت له يا باشا والله الكيمياء دي اتعملت عشان تدرس حاجة اسمها المادة. ده قلت له القلم ده مادة وكمان ده مادة وده هو برضك مادة. قال لي اشمعنى ذا؟ قلت له ان او في كيو كي ال ان او في كيو كذا ان ظريف متعادله كهربائيه. قال لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك صديقي الغالي في أولى محاضرات الترم الثاني. أهلا بكم يا دكاترة وباشمهندسين ثالثة إعدادي في الترم الثاني. حابب أقول كلمة قبل ما أبدأ. يعني في مثل بيقول كده عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. الترم الأول معش في إيدك تقدر تعوض بقى في الترم الثاني. تمام؟ انا مش بحبش المقدمات الياما والهري الكتير، فانت ركز بقى في الترم الثاني اللي انت ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتعوض فيه. انت جاي تعمل ايه النهارده كده يا ابو حميد؟ جاي الدرس الاول عندنا بيتكلم على الاساسيات، فهو درس تمهيدي. تمهيدي ايه؟ قال لك اصل الوحده الاولى والصلاه على النبي كده كيمياء. الوحده الاولى ايه؟ كيمياء. وخلي بالك عايزك تطمن لان انا بادئ من السالب، مش هقول لك مش هخش على طول على الفلزات ولا فلزات. طب الفلزات ولا فلزات دي عباره عن ايه اصلا؟ عنصر ولا ذره ولا جايه منين؟ دنيتها ايه؟ انا بادئ من السالب، اعتبرك فاشل. ما مش قصدي عليك انت، لا الراجل اللي في حاجه انت دحيح. الراجل اللي في حاجه ده فاشل، ما كانش بيذاكر في اولى وثانيه ومش عارف الحاجات اللي احنا خدناها في الكيمياء، لكن انت راجل 100 بفكرك بس. تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا يا باشا ان الوحده الاولى عندنا بتتكلم على حاجه اسمها ايه؟ الكيمياء. حاجه اسمها الكيمياء. رد الورايا يا غالي، حاجه اسمها الكيمياء. قال لي يا ابو حميد الكيمياء دي اتعملت ليه اصلا؟ قلت له يا باشا والله الكيمياء دي اتعملت عشان تدرس حاجه اسمها الماده. حاجه اسمها ايه؟ الماده. يبقى الكيمياء دي اتعملت عشان تدرس حاجه اسمها الماده. قال لي يا ابو حميد يعني ايه ماده؟ قلت له القلم ده ماده وكمان ده ماده وده هو برضك ماده. قال لي اشمعنى؟ قلت له اصل الماده اي حاجه ليها كتله وحجم. الماده ايه؟ اي حاجه ليها كتله وحجم. قال لي تمام اركن مش محتاجه في حاجه. عايزك تعرف يا غالي ان الماده دي بتتكون من حاجه اسمها جزيئات. اسمها ايه؟ جزيئات. يبقى ركز ويايا، ركز بالله عليك. انا بقول ان الماده بتتكون من جزيئات. طب الجزيئات دي بتتكون من ايه يا ابو حميد؟ قلت له والله الجزيئات دي بتتكون من حاجه اسمها ذرات. يبقى ركز وياي. احنا قلنا الكيمياء ديت بندرسها ليه او اتعملت ليه؟ قلنا عشان تدرس حاجه اسمها الماده. ايه هي الماده؟ قال لي الماده ده اي حاجه ليها كتله وحجم. اركن. قال لك طب الماده دي بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من حاجه اسمها الجزيئات. طب الجزيئات بتتكون من ايه؟ قلت له بتتكون من حاجه اسمها ذرات. تعالى ناخدهم من تحت لفوق. يعني ايه ذره؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. قال لك الذره ده اصغر وحده بنائيه من مكونات الماده. اصغر حاجه في الماده هي الذره. اركن مش محتاجها. طيب عايز ايه طيب من الذره؟ عايز اقول لك ان الذره دي هي التي تشارك في التفاعل الكيميائي. تاني بالله عليك كده، مين اللي بيشارك في التفاعل الكيميائي؟ قلت له الذره. طب بيشارك ازاي يا عمنا؟ قال لك والله هي بتشارك عن طريق تعمل حاجتين، يا اما فض يا اما اكتساب. يا اما ايه؟ فقد او اكتساب. بتفقد وتكتسب حاجه اسمها الالكترون. قال لي ايه هو الالكترون؟ قلت له ولا زمان في اولى اعدادي كان بيرسموا لك الذره بالمنظر ده وكان بيبقى طالع للذره حسنه. ايوه كنا بنسموها ايه؟ نواه. عارف يلا النواه دي بتتكون من ايه؟ قال لي عارف ان هي بتتكون من بروتونات ونيوترونات، وكان بيدور حوالين الالكترونات دي جسيمات كده سالمه كنا بنسموها الكترونات. يبقى الالكترونات هي اللي بتدور حوالين النواه. هي اللي بتفقدها الذره يعني. طيب الالكترونات دي بتدور حوالين النواه في ايه؟ قال لك والله بتدور في 7 مستويات للطاقه. قال لي 7 مستويات الطاقه. قلت له عارفهم؟ قال لي لا. قلت له تعالى اعرفهم لك. قال لك كان عندنا واحد اسمه كي ال ام ان او بي كيو. تعرف تقولهم زي كي ال ام ان او بي كيو، كي ال ام ان او بي كيو. ايه ده؟ قال لك ده 7 مستويات الطاقه. وخلي بالك عشان الدقه دول 7 مستويات الطاقه الرئيسيه، لان انت هتاخد حاجه ثانيه في الثانوي مستويات الطاقه الفرعيه، هتقعد تاسس وتدرس بسيامه كده ما علينا، فوقك منها. صلى على رسول الله عليه السلام. افكرك بالتوزيع بما اننا قلنا المستويات. قال لك المستوى الاول كان بيتشبع ب2 الكترون، والثاني كان بيتشبع ب8، والثالث كان بيتشبع بكام؟ ب8 او 18، والرابع 8 او 18 او 32. قال لي اشمعنى؟ قلت له صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بص يا باشا، احنا قلنا يا شباب ان الاول كان بيتشبع ب2 الكترون، والثاني بيتشبع ب8، والثالث ب8 او 18، واللي بعديه 8 او 18 او 32. قال لي يا استاذ مش معنى الثالث 8 او 18؟ قلت له والله ان انت يتشبع باقل من 8 او 8 او 18، يعني ما ينفعش 17. قلت له لا، لو معاك 17 بعد ما عليت الاثنين دول حط 8 وكمل. ليه ما ينفعش تحط اقل اكتر من 8؟ يعني مش فاهم برضه. قلت لك يا عم صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. احنا قلنا الاولاني تعالى نضربه مثال. عندنا حاجه كان اسمها الصوديوم. الصوديوم ده عدده الذري 11،
كان يتشبع ازاي وانا اوزعه ازاي؟ قلت له والله كنت بديله 2 8 1. يعني حطيت في المستوى الثالث قد ايه؟ 1. قال لي بس 1 ده اقل من 8. ما انا لسه قايل لك يا حبيبي ان هو ياخد اقل من 8 او 8 او 18، ما ياخدش اي حاجه غير كده. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الناس اللي تاهت تعالى نجيبهم الاول. احنا قلنا ان الوحده الاولى عندنا بتتكلم عن حاجه اسمها الكيمياء. الكيمياء دي اتعملت ليه يا ابو حميد؟ قلت له والله انا عملت الكيمياء عشان ادرس حاجه اسمها الماده. قال لي ايه هي الماده؟ قلت لك الماده دي اي حاجه ليها كتله وحاجه، اي حاجه ليها ايه؟ كتله وحاجه. طب صلى على النبي. طب الماده دي بتتكون من ايه؟ قلت له بتتكون من حاجه اسمها الجزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. قلت لك تعالى ناخدوها من تحت لفوق. الذره ايه هي؟ قلت لك الذره ده اصغر وحده بنائيه في الماده. اركب مش محتاج التعريف ده، انا عايزك تعرف ان الذره دي هي اللي تشارك في التفاعل الكيميائي. بتشارك ازاي يا ذره؟ قالت لي انا بشارك يا اما بفقد يا اما باكتساب الالكترون. مين الالكترون؟ قالت لي زمان في اولى اعدادي كنت بترسمني كده وكان طالع لي حسنايه كنت بسميها النواه. انت فاكر؟ لا النواه دي كانت بتتكون من بروتون وانا نيوترون. كان بيدور حواليها حاجه سالبه كده كان اسمها الالكترون. كانوا بيدوروا فين؟ قال لك كانوا بيدوروا في حاجه اسمها مستويات الطاقه، وعرفناهم منهم كي والال والام والان والاو والبي والكيو، وعرفنا التوزيع عشان هنحتاجه دلوقتي. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا مش قلنا على الدور من تحت لفوق؟ اللي عليه الدور من ايه؟ قال لي والله حاجه اسمها الجزيئات. ايه الجزيئات؟ قلت لك الجزيئات دي بتتكون من ايه؟ انت لسه قايل ان الجزيئات تتكون من ذرات. عايزك تعرف بقى ان الجزيئات في حاجه عندي اسمها جزيء مركب، وحاجه ثانيه اسمها جزيء عنصر. بصلي على الحبيب. انا عندي الجزيئات كده كم نوع؟ الاثنين، مركب وعنصر، مركب وعنصر. وبما ان الجزيئات تتكون من ذرات يعني جزيء المركب يتكون من ذرات وجزيء العنصر يتكون من ذرات. قال استنى، طب انت ليه قسمتهم اثنين بما ان ده بيتكون من ذرات وده بيتكون من ذرات؟ قلت له صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك جزيء المركب بيتكون من ذرات بس ذراته مختلفه، بينما العنصر يتكون من ذرات بس ذراته متشابهه. عرفت الفرق؟ يبقى احنا الجزيئات في منها مركب وعنصر، وبما انه جزيء يتكون من ذره، ايه اللي يفرق المركب عن عنصر؟ قلت له ان المركب يتكون من ذرات مختلفه بينما العنصر بيتكون من ذرات متشابهه. قلت له يا عم زي عندنا عمك الحاج في الهيدروجين، مش هو رمزه H2؟ الله، يعني ذرتين هيدروجين يعني ذرتين شبه بعض. قال لي طيب هنا الميه H2O صح، هي بتتكون من ذرات مختلفه لان هيدروجين واكسجين مش زي بعض، لكن هنا هيدروجينتين الاثنين زي بعض. طيب جميل. عايز اقول لك حاجه، ان جزيء العنصر ده ممكن يكون ذره واحده. قال لي زي مين؟ قلت له زي الصوديوم. هو انا بقول ان ايه ولا ان ايه بس؟ قال لي لا بتقول ان ايه بس، يعني ذره واحده. طيب تمام. عايزك تعرف حاجه كمان، ان الذره متعادله كهربي. ليه متعادله كهربيا؟ واحنا قلنا يا شباب ان الذره دي متعادله كهربيا. قال لي ليه متعادله كهربيا يا ابو حميد؟ قلت له عشان عدد الموجب بيساوي عدد السالب، وبلوز لي الحته دي عشان احتاجها منك في الحته ده بالظبط، وعلى الله ما تجاوبنيش، على الله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزك تعرف كمان حاجه، ان جزيء المركب ده في منه 4 انواع، وجزيء العنصر ده في منه 4 انواع. ايه هم؟ قلت له تعالى. قال لك المركب ممكن يبقى حمض، ممكن يبقى قلوي، ممكن يبقى ملح، ممكن يبقى اكسيد، ودول موضوعنا اخر 5 دقائق في الحصه بالظبط. هنعرفوا ايه اجزاء المركب ويعني ايه مركب اصلا. طب العنصر قال لك والله ممكن يبقى فلز، طب لا فلز، طب شبه فلز، طب ممكن يبقى غاز خامل. الناس اللي تاهت معايا تعالى نجيب الحصه من الاول. احنا عرفنا ان الماده اي حاجه ليها كتله وحجم. الماده دي تتكون من حاجه اسمها جزيئات، والجزيئات تتكون من ايه؟ قال لك منها جزيء مركب وجزيء عنصر، وبتتكون من حاجه اسمها ذره. طب الجزيء مركب وجزيء عنصر يعني بيتكونوا من ايه؟ ذره، لان جزيء يتكون من ذرات. طيب ايه اللي يفرق المركب عن العنصر؟ ان المركب ذراته مختلفه بينما العنصر ذراته متشابهه. طيب وعرفنا ان جزيء العنصر ممكن يتكون من ذره واحده، وعرفنا ايه هي الذره وازاي بتشارك في التفاعل الكيميائي، وعرفنا مستويات الطاقه. طيب يعني انا بقى عايز ادرس جزيء العنصر. هتاخد ايه في الجزيء العنصر يا ابو حميد؟ قلت له والله هاخد حاجه اسمها الفلزات وحاجه ثانيه اسمها اللافلزات. يبقى انا هدرس ايه؟ الفلزات واللافلزات. يعني ايه فلزات يا ابو حميد؟ قلت له صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الفلزات دي عباره عن ذره. صح، اصل هي عنصر والعنصر عباره عن ذره. طيب مالها الذره دي؟ تعال اقول لك التعريف. قال لك الفلزات عباره عن ذرات عنصر. مال العنصر ده يا عم؟ قال لك يحتوي مستوى الطاقه الخارجي له على اقل من 4 الكترونات. قال لي استنى، اقل من 4 الكترونات يعني يحتوي على 1 او 2 او 3. قلت له اي نعم. طيب ذرات ايه؟ عنصر. اي قلت ذرات عنصر لان العنصر بيتكون من حاجه اسمها ذرات. مالها يا عم؟ قال لك يحتوي مستوى الطاقه الخارجي لها على اقل من 4 الكترونات. قلت له مش فاهم. قال لي يا عم تعالى اقول لك الفلزات ونقارنهم ونفهمهم. ايه هي الفلزات؟ اكيد هتبقى عكس دي. قال لك دي ذرات بردك عنصر. مالها يا عم؟ يحتوي مستوى الطاقه الخارجي لها، بس خلي بالك من الكلمه اللي جايه دي عشان هحتاجها غالبا. مالها يا عم؟ ايه غالبا؟ على اكثر من 4 الكترونات. قال لي اكتر من 4 يعني 5 او 6 او 7. اي نعم، بس انت هنا زودت لي كلمه غالبا وهنوضحها لك كمان شويه. يا عم تعالى، عندنا عنصر مثل الصوديوم اللي هنجيبه معانا ان 11، طب المغنيسيوم Mg12، طب الالومنيوم Al13. مالهم يا عمنا؟ قال لك انا عايز اعرف العناصر دي فلزات ولا ده فلزات. قال لي انت تعرف ان هو فلز ولا فلز ازاي؟ اقول لك والله ان الفلزات مستوى الطاقه الخارجي، يعني اخر مستوى طاقه عنده. كنا بنسميه في اولى اعدادي حاجه اسمها غلاف التكافؤ. عليه عنده كام واحد؟ قال لي عندي اقل من 4 الكترونات. طيب يا عم انا عايز اعرف. قلت له صلي على الحبيب. تعالى نوزع الصوديوم. ادي يا عم وزعت الصوديوم 2 8 1. قال لي اقف عندك، مستوى الطاقه الاخير عنده 1. قلت له يعني ايه 1؟ قال لي يعني اقل من 4. قلت له يعني ايه اقل من 4؟ يعني فلزات. الناس اللي ما فهمتش، قال لي عندك عمك الحاج المغربي 2 8 2. قال لي استنى عندك برضه ايه يا عمنا؟ قال لك ده مستوى الطاقه الاخير عنده 2. قلت له يعني ايه 2؟ يعني اقل من 4. قلت له يعني ايه اقل من 4؟ يعني فلزات. طب الالومنيوم ادي 2 8 3.
برضك اقف عندك يا عمنا، ده عنده 3 يعني اقل من 4، يعني بما ان دولت اقل من 4 يعني دولت ايه فلزات. طيب يا عم اللافلزات اكتر من ايه من 4 زي مين يا عم؟ قال لك زي عندك الحاج اللي اسمه الفوسفور 15. طب الاكسجين 16. طيب يا عم تعالى نوزعهم كده. اديني وزعت الفوسفور 2 8 5، الاكسجين 2 8 6. قال لي استنى، ده فعلا المستوى الاخير عنده اكتر من 4، ده عنده 5 وده عنده 6 يعني اكتر من 4، يعني دولت لا فلزات. طيب انا ممكن ادي لك الكلور برضك 17، اجي اوزع الكلور 2 8 7، قال لي برضك اكتر من 4. ده 7 و6 و5 بما انهم اكتر من 4 في المستوى الاخير يعني دولت ايه لا فلزات. ايه لا فلزات. طب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. انت هنا يا ابو حميد قلت لي رميت لي كلمه كده وسبتها غالبا. قال لي ليه غالبا؟ قلت لك والله اصل عندنا عنصر زي عمك الحاج اللي اسمه الهيدروجين ده، هو عدده الذري 1 فالمستوى بتاعه فيه 1. قال لي 1 ما عندوش غيره اصلا، يبقى الاخير عنده والاولاني برضه فيهم 1. قال لي بس كده اقل من 4 يعني انا فلزات. قال لك بقى الكارثه ان الهيدروجين ده لا فلز. قال لي زي لا فلز واخر مستوى عنده 1. قال لك ده بيرجع للسالبيه الكهربيه وحاجات ثانيه مالكش دعوه بيها. انا قلت لك غالبا عشان ده، وفي حاجه ثانيه عمك الكربون ماله؟ قال لك ده مش عدد الذري 6. قال لي قلت له لما اجي اوزعه 2 4. قال لي بس اخر مستوى ليه عنده ايه 4 يعني مش اقل ولا اكتر. قال لك الكربون برضك عباره عن لا فلز، عشان كده انا رميت لك هنا كلمه غالبا. يبقى الناس اللي تاني انا الفلزات دي عباره عن عناصر مستوى الطاقه الاخير ليها ماله يحتوي على اقل من 4 الكترونات. قال لي ازاي اعرفها؟ قلت له وزع هتلاقي المستوى الاخير اقل من 4، 1 او 2 او 3، بينما الدافلزات مستوى الطاقه الاخير اكتر من 4 5 او 6 او 7. بس احنا قلنا غالبا لان عندي الهيدروجين دافلز بس عنده 1 بس. طيب الكربون قال لي برضك دافلز بس المستوى الاخير عنده فيه كام 4. طيب جميل. قال ابو حميد انا عايز اعرف العناصر دي اثناء التفاعل الكيميائي ساعه ما بتخش التفاعل تمام، ساعه ما بتخش التفاعل وبتتصارع كده بيحصل لها ايه؟ قلت له تعالى كده صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. انا قلت لك هنا ان الذره لما بتخش التفاعل بتعمل ايه؟ قالت لي يا بتفقد يا بتكتسب. قلت له دلوقتي لما يخش التفاعل هيعملوا ايه؟ قالت لي اصلهم ذرات يعني هيفقدوا وهيكتسبوا. طيب اللي فاكر ان هم هيفقدوا او يكتسبوا. طب انا افقد واكتسب بالنيابه عن ايه يا عم محمد؟ قلت له والله انا بفقد وبكتسب عشان اصل لحاله، الحاله دي انا بسميها حاله الاستقرار. ركز يا عم يوسف معايا عشان اسميها ايه؟ حاله الاستقرار. طيب يا عم طيب انا ازاي اصل لحاله الاستقرار؟ قال لك الناس دي ضعيفه جدا. قال لك دايما الشخص الضعيف بيقلد الشخص الناجح، فالناس دولت بيحبوا يقلدوا الناس الناجحه، بيحبوا يقلدوا الناس الاكثر استقرارا اللي هم الغازات الخامله. وليكن عندك عمك الحاج النيون 10 والارجون 18 والكريبتون 36، دولت غازات خامله. مالهم الغازات الخامله؟ انت واخد في اولى اعدادي ان الغازات الخامله اكثر استقرارا. يعني انا هقلد الاكثر استقرار عشان ابقى شبهه. ازاي هقلده؟ تمام. قلنا ليه بنفقده ونكتسبه؟ احنا ان هنفقده او بنكتسبه عشان نبقوا اكثر استقرار. قلت له ازاي هتبقى اكثر استقرار؟ قلت لك الناس الفاشله بتحب تقلد الناس الناجحين، فالناس دي فاشله بتحب تقلد الناس الاكثر استقرار اللي هم الغازات الخامله. قالت لي هقلده ازاي؟ قال لي هخلي المستوى الطاقه الخارجي لو زيه. طيب عشوائي؟ قال لك لا، كل عنصر بيدور على اقرب غاز خامل يشبهه فيبقى زيه. طيب يا عم تعالى نشوف كده الفلزات دي هتفقد ولا تكتسب. قلت له تعالى نوزع لك النيون. ادي عندي يا عم توزيع النيون هكتبه لك تحت هنا. النيون ده 10 صح؟ اوزعه 2 8 يعني المستوى الاخير عنده 8. قال لي تمام. وعندي عمك الحاج الارجون 18 اوزعه 2 8 8 يعني المستوى الاخير هنا 8 والمستوى الاخير هنا 8. طيب بس ده عدد الذري 10 وده عدد الذري 18. كفايه دول. تعالى نشرحها عليهم. بص يا عم الصوديوم ده مش انا لسه ثابت لك ان هو عباره عن فلز؟ قال لي قلت له الصوديوم ده دخل التفاعل فعايز يثبت سيطرته، عايز يثبت ان هو مستقر. هيثبت ان هو مستقر ازاي؟ قال لي هيفقد او يكتسب. قلت له هيفقد ويكتسب بالنيابه عن ايه؟ ان هو عايز يبقى اقرب غاز خامل ليه، عايز يبقى شبهه. طب صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. يا صوديوم انت هتفقد ولا تكتسب؟ قال لي على حسب اقرب غاز خامل ليا. قلت له اقرب واحد ليك مين؟ قال لي والله النيون 10 يعني انا زياده عن ال10 واحد. الارجون 18 يعني الارجون زياده عني 7، يعني انا عشان اوصل للنيون اللي هو عنده 10 هنقص واحد، بس عشان اوصل للارجون اللي هو عنده 18 اكسب 7. قلت له انه الاقرب لك؟ قال لي اكيد سلمه مش زي 7 سلمات، فاللي اقرب لي السلمه الاقرب لي النيون. قلت له عشان توصل للنيون هيحصل لك ايه؟ قال لي هفقد الواحد اللي معايا واكتفي بال10 التانيين. زي المثل اللي بيقول لك الصبع اللي يوجعك اقلعه او يقطعه. انت عندك صبع ملوث في سرطان في اي نيله، قال لك لو سبته هيبوظ الصبع التاني، بس لو شلته هتحافظ على التانيين. قال الصوديوم بيمشي بنفس المبدا، هو هيشيل الصبع اللي بيوجعه ويحافظ على ال10 التانيين السلام. طيب يا عم الصوديوم انت هيحصل لك ايه؟ قال لي والله انا هيبقى عندي هيحول الى ان ايه موجب واحد. قلت له ايه هو الموجب واحد ده؟ قال لي يعني احول الى حاجه اسمها ايون موجب. قلت له ايه هو الايون الموجب؟ قال لي الايون الموجب ده عباره عن ذره عنصر فلز. ماله ذره عنصر الفلز ده؟ قال لك فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. قلت له برضك يعني مش فاهم ليه حطيت ايون موجب، انا عارف ان انت فقدت ايون فقدت الكترون، طيب ليه حطيت كلمه موجب؟ قال لي حبيبي انت لسه قايل لي ان الذره مالها متعادله كهربيا، والذره متعادله كهربيا انا قلت لك عشان الموجب بيساوي السالب، ولو تفتكر كلامي ان انا قلت لك هنحتاجها في الحته دي صح؟ انا هحتاجها في الحته دي. بص يا باشا الصوديوم ده كان ان 11 ال 11 دول عباره عن 11 الكترون و11 بروتون. قال لي لان انت لسه قايل لي ان الموجب بيساوي السالب. الراجل دلوقتي فقد 1 الكترون فبقى عنده 10 الكترون و11 بروتون،
يعني عنده 11 موجب و10 سالب. قلت له مين الاكتر؟ قال لي الموجب. فالموجب هو السائد عن الذره، عشان كده انا كتبت ايون الموجب. ليه كتبت ايون الموجب؟ عشان الموجب هو السائد على الذره. الكلام ده مش عليك، انا بفهمك بس. انا كتبت الكلمه دي منين؟ انا مش هكتبها خلاص، انا كتبت ايون موجب. عرفت ايه موجب دي ليه؟ لان الموجب هو السائد على الذره. طب ايه هو الايون الموجب؟ قال لي الايون الموجب ده ذره عنصر فلزي فقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طيب يا عم انا عرفت سلوك الكفلزات بحالي عن طريق دراسه عندك الحاج اللي اسمه الصوديوم. طيب يا فلزات هتفقدي ولا تكتسبي؟ قالت لي والله بما ان اختي فقدت، يبقى انا اختي فقدت، يبقى ده تميل الى ايه؟ قال لي دي تميل الى فقد الالكترونات وتحول الى ايه؟ ايون موجب. دي بقى هتميل الى ايه؟ اكيد دي فقد، يبقى دي هتميل لاكتساب. وهنفهمه ليه؟ قال لك دي تميل الى اكتساب الالكترونات وهكذا هتحول الى ايون سالب. تعالى نفهمه الاول هي ليه تميل الى الاكتساب. قلت لك انا بفقد وبكتسب عشان اشبه اقرب غاز خامل ليا. تعالى فوسفور، عندك كام؟ عندي 15. اقرب واحد ليك مين؟ قال لي يا النيون يا الارجون. قلت له عشان توصل للنيون هتعمل ايه؟ قال لي عشان اوصل للنيون ويلاقي مكشر لي كده هخسر 5 من عيالي. طب عشان توصل للارجون هتعمل ايه؟ قال لي هكسب 3 على عيالي. وراح ضحك لي كده، يعني هو عشان يوصل للنيون هيخسر 5، طب عشان يوصل للارجون هيكسب 3. طيب انا ايه؟ قال لك 3 سلمات ولا 5؟ قال لي 3. قلت له طب ال3 دول هيجيبهم ازاي؟ بالاكتساب. عشان كده قلت هي تميل الى اكتساب الالكترونات. ازاي تحولت لايون سالب؟ يا باشا الفوسفور عنده 15 موجب وعنده 15 سالب. ال 15 الموجب دول زاد عليهم، لا ده زاد على السالب لان هو بيكتسب الكترون مش بروتون، زاد عليهم 3 فبقى عنده 18 سالب و15 موجب. مين الاكتر؟ قال لي السالب. عشان كده السائد الظاهر على الذره هو السالب، عشان كده هو تحول الى ايون سالب. الراجل قال لي يعني ايه ايون سالب؟ قلت له ده ذره عنصر لا فلز اكتسب ايه؟ الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. الناس اللي تاهت والله ما يهمك حاجه يا هبل يا جبل مش هبل ما يهزك ريح. تعال نجيبوها من الاول. احنا عندنا حاجه اسمها الفلزات وحاجه ثانيه اسمها اللافلزات. عرفت ان الفلزات ده عباره عن ذره عنصر ماله؟ قال لك والله المستوى الطاقه الخارجي له يحتوي على اقل من 4 الكترونات. يعني ايه اقل من 4 الكترونات؟ قال لي يعني 1 او 2 او 3. طيب اللافلزات قال لي مستوى الطاقه الخارجي لها على اكثر من 4 الكترونات، يعني 5 او 6 او 7. بس رميت لك كلمه غالبا لان احنا عندنا الهيدروجين ده لافلز ومستوى الطاقه الاخير عنده 1. طيب والكربون قال لك ده لافلز ومستوى الطاقه الاخير عنده 4. طيب جميل. وقلنا ان الفلزات تميل لفقد الالكترونات واللافلزات تميل لاكتساب الالكترونات، وعرفنا ان الفلزات بتحول الى ايون موجب بينما اللافلزات بتحول الى ايون سالب. قال لي يا عم جميل جدا. في ملحوظه بقى عايز اقولها لك بما انك كده لو انت مصحصح من معايا هتجمعها لوحدك. الايون الموجب الوحيد اللافلزي هو الهيدروجين. صح والله. قال لي ايه؟ قلت له اصلا انا لسه قايل لك ان الهيدروجين ده لافلز، وبما انه لافلز فالمفروض يكتسب ويحول لايون سالب. بس قال لك ده حاله شاذه، ده عنده 1 عشان يوصل لاقرب واحد ليه محتاج 9. قال لك يخسر سلمه ولا يكسب 9 سلمات؟ قال لي لا ده يخسر سلمه ويريح دماغه، فعشان كده هو بيفقد فيحول الى ايون موجب. عشان كده الايون الموجب الوحيد هو الهيدروجين. بعد ما خلصت الكلام ده جاي بقى في حته ثانيه ننقل بيها. الجزئيه اللي بعد كده اسمها يا شباب التكافؤ. قال لي يعني تكافؤ ابو حميد؟ قلت له تكافؤ العنصر هو عدد الالكترونات اللي العنصر ده اكتسبها او فقدها. يبقى تكافؤ هو عدد الالكترونات، عدد ايه؟ عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه اثناء التفاعل الكيميائي. طب انا عرفت يعني ايه تكافؤات. المفروض بقى حضرتك تحفظ العناصر، كل عنصر تكافؤه ايه؟ الصوديوم ده تكافؤه احادي. طيب الفوسفور ده تكافؤه ثلاثي. طب ليه عرفه؟ قال لك اصل اكتسب 3 فهو ايه؟ بنقول عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه. طيب يا عم انا جمعتهم لك في حاجه. بص يا باشا انا عندي التكافؤ ده ممكن يبقى تكافؤ احادي يا اما تكافؤ ثنائي يا اما ثلاثي والقليل الرباعي. طيب قال لك الاحادي مثل حاجه اسمها صب فل وابر هاف كول. شعوذه صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. صب الفل. فالصاد هنا يا باشا بتعبر عن عنصر اسمه الصوديوم ان ايه، اما البه بوتاسيوم كي والفه فضه اي جي واللام ليثيوم ال اي. تاني بالله عليك صب فل صاد صوديوم به بوتاسيوم فه فضه لام ليثيوم. دي العناصر اللي تكافؤها احادي. قال لي جميل والله صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. واللي بعد الواو برضك تكافئها احادي بس لا فلزات، يعني قبل الواو دولت عباره عن فلزات اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم والفضه والليثيوم، واللي بعد الواو عباره عن لا فلزات بس تكافؤها احادي. كلور فلور هيدروجين يودرو. انت بقى ايه اكتبهم زي ما انت تمام. يبقى صب فل وابر هاف كول. طب الثنائي يا ابو حميد؟ قلت له الثنائي عندنا زي عمك الحاج بقول له خرز مكه واكسجين. انت فهمت اللعبه؟ اللي بعد الواو لافلز فالاكسجين تكافؤ ثنائي وهو من اللافلزات. طب تعالى نثبت لك. قال لي تعالى اثبت لك. ولا انا مش لسه موزع لك الاكسجين 2 8 6. قلت له الاكسجين هيكسب ولا هيفقد؟ قال لي هيكسب. قلت له هيكسب قد ايه؟ قال لي والله عشان يوصل للارجون اللي هو 18 محتاج 2 فهو هيكسب 2 والتكافؤ عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه فهو اكتسب 2 يعني تكافؤه قد ايه؟ 2 عشان كده هو في الثنائي. تمام صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ايه يا عم خرز مكه ده؟ قلت له يا عم الخ ده بتعبر عن عنصر اسمه الخارسين والره رصاص والزي زئبق والميم مغنيسيوم
والكاف كالسيوم. يبقى الخ خرسين رصاص زي زئبق، والميم مغنيسيوم، والكاف كالسيوم. الثلاثي بقى عندنا عمك الحاج اللي اسمه الحديد، بس خلي بالك الحديد لو اوز يعني جوز يبقى تكافؤ ثنائي، لو ايك يبقى تكافؤ ثلاثي. طيب يا عم، وعندنا حاجه ثانيه مثل الالمونيا، وده تكافؤ ثلاثي. طيب يا عم، وعندنا بقى في النافذات برضه حاجه تكافؤها رباعي، وهي عمك الحاج اللي اسمه الكربون. قال لي اثبت لك، قلت لك يلا اخر مستوى عند الكربون عنده 4، محتاج عشان يوصل للارجون 4. قال لي لا مش محتاج يوصل للارجون 4، محتاج يوصل لاقرب غاز خامل ليه اللي هو النيون 10 4، لان هو عنده 6 10 نقص منهم 6 فاضل 4، فهيكتسب 4 عشان يوصل للنيون. طيب يا عم جميل، يبقى انا كده عرفت التكافؤ. ايه هو التكافؤ يا ابو حميد؟ قلت له التكافؤ ده عدد الالكترونات اللي العنصر ده فقدها او اكتسبها اثناء التفاعل. وعرفنا ان الاحاديه صب فل وابره في كل الثنائيه خلاص مكه واكسدين، والثلاثيه عند حديدي والمونيوم، والرباعي كربون. وخلي بالك حديد اوز يعني جوز يعني تكافؤ ثنائي. طيب يا عم، انت كنت بتتكلم عن حاجه اصلا اسمها ايه، الفلزات ولا فلزات؟ طيب يا عم، كنت بتتكلم الفلزات ولا الفلزات دي عباره عن جزيء ايه؟ قال لي جزيء عنصر اللي هو كان بيتكون من ايه؟ من ذرات. طيب يا عم، قال لك بقى في شويه ذرات تمردوا على النظام الكيميائي وعملوا مع نفسهم حاجه اسمها المجموعه الذريه. ممكن تاخد سكرين شوت عشان نمسح ونقول المجموعه الذريه؟ اسف. يلا بقى، يلا بيبي. هل تسمحوا لي؟ صل على النبي. طب ما تزيد النبي صلى. طب صل على الصلاه. اخي في الوقت اللي انا بمسح فيه ده يا اخي اكتب تعليق حلو كده، ولا دوس لايك يا اخي، حتى اشترك في القناه يا اخي، كسبنا يا اخي اي حاجه يا اخي، ادعي لي دعوه مش محتاج منك ياما. ركز، ولا عملت اللي انا قلت لك عليه؟ انت مش معايا اصلا. دوس لايك يلا واشترك واكتب تعليق تحت وتعالى معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا شويه ذرات تمردوا على النظام الكيميائي وعملوا حاجه اسمها مجموعه ذريه. قال لي ايه هي المجموعه الذريه يا ابو حميد؟ قلت له دي عباره عن مجموعه ذرات. مالها يا عم؟ قال لك مرتبطه مع بعضها البعض. قال له بعدين؟ قال لك والله الذرات دي تسلك سلوك الذره الواحده اثناء التفاعل، ولها تكافؤ او شحنه تميزها. قال لي مش فاهم حاجه. قلت له والله ده عندنا شويه ذرات، وليكن عمك الحاج الاكسجين وعمك الحاج اللي اسمه الهيدروجين. قال لك جو ذره ودي ذره، يعني مجموعه ذرات ارتبطوا مع بعض وعملوا حاجه خاصه بيهم اسمها مجموعه ذريه، والمجموعه الذريه دي لها تكافؤ خاص بيهم، لها شحنه خاصه بيها. واحد قال له اقف عندك، انت قلت لي في اول الحصه ان الذرات المختلفه لما تتحد مع بعضها بتكون لي حاجه اسمها مركب، انت ليه هنا بتقول لي ان اسمها مجموعه ذريه؟ قال لك يا حبيبي المركب ملهوش تكافؤ يميزه، بينما المجموعه الذريه لها تكافؤ يميزها. يعني انا كده اقدر اقول في التكافؤات ان التكافؤ ده صفه مميزه للمجموعه الذريه، لان انا عن طريق التكافؤ بعرف افرق عن المركب عن المجموعه الذريه. طب يا عم السالب واحد ده جه منين؟ قلت له ولا صلى على النبي، الهيدروجين ده يلا ايون صح؟ موجب ولا سالب؟ قال لي موجب. طب موجب كام؟ قال لي موجب واحد. طب الاكسجين يلا ايون سالب ولا موجب؟ قال لي سالب. سالب كام؟ سالب 2. طب احسبها على الاله كده، سالب 2 زائد 1 تديك قد؟ قال لي هتديني سالب 1. الناس اللي بتقول 3 انت سايت رياضه، سالب 2 زائد 1 هتديك سالب 1. تمام؟ صلى على الحبيب. طيب يعني السالب ده الشحنه بتاعتهم ده جت من جمع تكافؤاتهم هما الاثنين؟ قلت له طيب المجموعه الذريه دي اسمها ابو حميد؟ قلت له اسمها هيدروكسيد. الهيدرو جابت لهم الهيدروجين، اكسيد الاكسجين. انت كده عرفت يعني ايه مجموعه ذريه، بتتكون ازاي المجموعه الذريه. عايزك تحفظ شويه المجموعات دولت عشان هاريين معادلات المنهج. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا باشا، احنا هناخد مجموعات ذريه تكافؤها احادي، وعندي شويه تكافؤهم ثنائي. اللي مكافؤهم احادي عندي حاجه اسمها هيدروكسيد، طب عندي حاجه اسمها نترات، وعندي حاجه اسمها نيتريت. تاني يبقى هيدروكسيد نترات نيتريت، هيدروكسيد نترات نيتريت، دول تكافؤهم احادي، دول تكافؤهم احادي. وخلي بالك عشان تحط التكافؤ لازم تعمل لي قوس كده، عشان هاجي دلوقتي وانا بكتب الصيغه الكيميائيه وتقول لي التكافؤ احطه هنا، اقول لك حمار، لازم تعمل قوس لون وبعدين تحط التكافؤ. افتكر الكلمه دي عشان اقول لك حمار وانا بكتب الصيغه دلوقتي، ما تعصبنيش. طيب اللي تكافؤهم ثنائي قال عندي حاجه اسمها الكربونات CO3، وعندي حاجه برضك اسمها البيكربونات HCO3، بس ال HCO3 دي مش محتاج اسيبها دلوقتي، وهي تكافؤ او حاجه عامه مش ثنائي. طيب عندنا حاجه اسمها الكبريتات SO4، دي برضك تكافؤها ثنائي. طيب يا عم انا كده خدت المجموعات الذريه وعرفت يعني ايه مجموعه ذريه، وقلت لك احفظ شويه دول اللي تكافؤهم احادي، هيدروكسيد نترات نيتريت، وعندنا كربونات وكبريتات. طيب يا عم صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. احنا دلوقتي المفروض ننقل لجزئيه ثانيه وهي كتابه الصيغ الكيميائيه. مهندس عشان تكتب اي صيغه مركب كيميائيه اللي احنا بعد ده المفروض نخش ازاي تكتب معادله، واي معادله في الدنيا. يعني انسى موضوع حفظ انك تحفظ المعادله دي ومشاكلك ان انت تقعد تحفظ المعادلات والكلام الفاضي ده كله، لا ده انا هعرفك طريقه تكتب بيها اي معادله ان شاء الله. تمام؟ بس هي ممكن الفيديو ده يعني الميموري على حسب الميموري ممكن ما يكملش، فاحنا ممكن ننزل لك فيديو ان شاء الله في تكمله الدرس اللي هو دراسه المركبات اللي هي الاحماض والقلويات والكلام ده بحاله، والمعادلات ازاي تكتب اي معادله. بس احنا نخلص الجزء ده، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي اكتب اي صيغه كيميائيه يا ابو حميد؟ قلت له رقم واحد اللفظ بالعربي. طب بعد ما اكتب اللفظ بالعربي قال لك اكتب اسفله، اكتب اسفله ايه بقى؟ رمزه باللاتيني. طب بدل ما تكتب رمزه قال لك اكتب تحتيه بردك تكافؤ، الكلام ده هيبان بس دلوقتي. طيب بعد ما تكتب التكافؤ قال لك والله بدل التكافؤات. طب بعد ما تبدل التكافؤات قال لك اختصر
التكافؤات ان امكن. وخلي بالك من كلمه ان امكن. باشا انا عندي اي مركب يتكون من شقين، شق موجب وشق سالب. الموجب والسالب تمام، الموجب بيبقى ناحيه الشمال والاكس بيبقى ناحيه اليمين. طيب يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تكافؤ العنصر ده تكتبه تحت هنا وده بتكتبه تحت هنا، لما تيجي تبدل بتبدل ده هنا وتجيب ده هنا، فانت بيجي تيجي تبدل. تمام، تعالى برضك ناخد مثال، سيبك من كلام الايه الانشاء ده. لما يجي يقول لك في الامتحان اكتب لي كلوريد المونيوم، المستر قال لي اكتب اول حاجه اللفظ بالعربي، اللفظ بالعربي كده كده اهو مكتوب، اكتب تحتيه رمزه. الكلوريد يعني بيعبر عن الكلور، الكلور رمزه سي ال. طب الومنيوم رمزه اي ال. تمام، كتبت الرمز. اكتب التكافؤ، الكلور تكافؤه احادي. اهو والله احادي اهو، هفكول كلور تكافؤه احادي، والالومنيوم تكافؤه، قال لي المستر لسه قايل لي الالومنيوم تكافؤه ثلاثي، قال لي صح تكافؤه ثلاثي. طيب الناس اللي حافظه العدد الذري ومش حافظه التكافؤات، تعال اقول لك ازاي تجيب التكافؤ. ولا الالومنيوم ده انت حافظ ان عدده الذري 17 صح؟ مش هو الكلور اسف 17؟ قال لك هتيجي توزعه 2 8 7. محتاج كام عشان يوصل للاستقرار؟ محتاج واحد، عشان كده هو تكافؤ واحد. الالومنيوم ولا مش 13 مش 2 8 3، قال لي محتاج كام عشان يوصل للاستقرار؟ قال لي محتاج يفقد الثلاثه اللي معاه، عشان كده هو تكافؤ 3. وانا لسه قايل لك ان التكافؤ عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه، فقد قد ايه او اكتسب قد ايه معناها تكافؤ. ده بالنسبه للناس اللي حافظه العدد الذري، والناس اللي حافظه بالطريقه دي تمام تشتغل عادي. طيب انا كتبت اللفظ بالعربي وكتبت الرمز باللاتيني وبعد كده كتبت التكافؤات، قال لي بدل التكافؤات، حده هنا وحده هنا. قال لي ماشي، ادي الالومنيوم واحد يقول لي اكتب الواحد، قال لك التكافؤ الاحادي لا يكتب لا يكتب. طيب الكلور ادي سي ال 3 في اختصارات واحد وثلاثه تعرف تختصرهم؟ قال لي لا، قلت له ادي الصيغه الكيميائيه. طيب الناس تاني تعالى يا عم، قال لك هيدروكسيد الصوديوم، قال لي اكتب اللفظ بالعربي مكتوب، اكتب الرمز باللاتيني. الصوديوم ده رمزه ان ايه؟ هيدروكسيد، انا لسه واخدها ان هي او اتش. اكتب التكافؤات، و اتش تكافؤها احادي والصوديوم تكافؤه احادي، لما تيجي تبدل هنا واحد وهنا واحد زي ما هي، فيبقى الرمز النهائي ايه؟ ان ايه او اتش. قلت له يا عم جميل. طيب لو راجل قال لك هيدروكسيد الومنيوم، قال لي اكتب اللفظ بالعربي، قلت له مكتوب، بعديه اللاتيني، بتروح كاتب اللاتيني الومنيوم ده رمزه اي ال والهيدروكسيد او اتش. اكتب التكافؤات، الومنيوم تكافؤه ثلاثي والهيدروكسيد تكافؤه احادي، بدل التكافؤات، ده يجي هنا وده يجي هنا اهو. يروح واحد قايل لي الواحد ما بيكتبش يا مستر والاو اتش 3، اقول لك خدت صفر ادي العجل، لان انا قايل لك لما تيجي تكتب التكافؤات بالمجموعات الذريه لازم تحط لها قوس. تمام، ادي الرمز يا عم اي ال او اتش باي 3. طيب يا عم صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ناخد مثال ثاني، تعالى ناخد مثال ثاني. لما يجي الراجل يقول لك نترات الفضه، قال لي اللفظ بالعربي مكتوب، بعدها اكتب رمزه باللاتيني. الفضه اي جي، النترات ان او 3، بدل اكتب التكافؤات احادي احادي، هتيجي تبدل هتبقى زي ما هي، فيبقى في الاخر اي جي ان او 3. حمر من حمير اللي قاعده بيقول لي يا مستر انت المفروض تحط قوس. اقول لك حبيبي دي بتاعت المجموعه، دي تبع الاو نفسها، لكن انت لو هتحط تكافؤ بتاع الالومنيوم هنا، ده بتاع الفضه، بتاع الفضه هنا هتحط في قوس، لكن هو مش بتاعه، يبقى ما تحطوش في قوس لان ده بتاع المجموعه، في المجموعه نفسها، بلاش غباء. طيب يا عم ادينا عرفنا نكتبه زي الصيغه الكيميائيه، ولسه كتابه الصيغه الكيميائيه فيها حوارات ثانيه، نكمل بقى المره الجايه ان شاء الله ازاي هندرس المركب. تمام، ايه هي الاحماض، ايه هي القلويات. وبص مش هنرغي كتير في الفيديو، قاعد بقصير جدا ان انت اول ما تشوف ده تقول حمض، اول ما تشوف ده تقول قاعده، ده اكسيد، ده ملح، مش هقعد اشرح ياما فيهم. تمام، وبعد كده اعرفك ازاي تكتب المعادله الكيميائيه. طب نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.